مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية وأستهلها بالعناوين. إصابة 7 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. تقديم خدمات مشهودة في الرعدة. نفير للتشجير في وكزاكر في سرجقة. بوتين وأردوغان يتفقان على دفع جزء من أموال الغاز الروسي بالروبل. روسيا تطرد 14 دبلوماسيا بلغاريا. ومقتل 13 شخصا جراء نشوب حريق بمنطقة سياحية في تايلاند. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة 7 مواطنين بفيروس كورونا، وكانت الإصابات من قحوتة وسنبل ودنبسنبل ووسط المدينة وقجرة ومندفرة وأوغارو. في غضون ذلك شفي 5 مرضى في الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,116، شفي منهم 9,900 وتوفي 103، فيما يتلقى 113 مريضا الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 6 من أغسطس 2022. أفاد مسؤول المؤسسات الصحية في مديرية الرعتة في إقليم جنوب البحر الأحمر الممرض أحمد علي تطور الخدمات الصحية في المديرية، وأوضح وجود مستشفى عمومي و3 عيادات ونقطة صحية تخدم أكثر من 20,000 من السكان، مشيرا إلى أن الاستثمار الجاري في القدرات البشرية والمعدات الطبية ساهم كثيرا في تطور الخدمات الصحية. وذكر إدخال حاضنات الأطفال الخدج في مستشفى طيعو العمومي ومعدات التحاليل الطبية في عيادة أيمن هذه السنة. وقال إن الاستخدام الكثيف للمؤسسات الصحية يعكس تنامي الوعي الصحي لدى السكان، موضحا ارتفاع المراجعة الصحية في المؤسسات الصحية بنسبة 24% في الأشهر ال6 الماضية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع خدمات الأطفال دون سن 5 إلى 47%، والمتابعة الصحية المنتظمة للأمراض المعدية إلى 60%. وأوضح الارتفاع المتزايد للحوامل اللائي يتم تحويلهن إلى مستشفى عصب المرجعي للحصول على خدمات العمليات القيصرية، داعيا لخلق أوضاع لإدخال هذه الخدمة في مستشفى طيعو لإنقاذهن من متاعب السفر. يقوم سكان ضاحيتي وكي وزاقر في مديرية سرجقة بأنشطة تشجير واسعة لإنجاح الحملة الخضراء. وأوضح مدير ضاحية زاقر القسطس فاسلاسي كوخوب بدء النفير من شهر مارس لبناء المدرجات وغرس حوالي 4,000 شجرات زيتون وصنوبر وبان. وذكر مدير مديرية سرجقة السيد كفلة مريم قبر مسقل أهمية أنشطة النفير الجارية والإمكانية الكبيرة لنمو شتول الأشجار لزراعتها مع موسم الأمطار، مشيدا بنفير التنمية التي تقوم بها 28 قرية في المديرية. من جانبه أوضح مسؤول الزراعة في المديرية السيد إبراهيم برهاني زراعة الأشجار في مساحة 155 هكتارا، بالإضافة إلى إصلاح مساقط المياه والحفاظ على المياه. في غضون ذلك يعمل الطلاب المشاركون في الحملة التنموية الصيفية في برامج حماية التربة وحفظ المياه والتشجير في 7 مواقع عمل، تجدر الإشارة إلى زراعة حوالي 270 ألف شتلة أشجار في سرجقة عموما هذه السنة. شهدت حاضرة الإقليم الجنوبي في 2 من أغسطس تخريج 142 شابا حصلوا على دورة مهنية استغرقت 3 أشهر. وقد أوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية الشاب صالح محمد سعيد بأن 38 شابا تخرجوا بتقنية الحاسوب، و19 بالصور الثابتة والمتحركة، و85 بتصفيف الشعر والتجميل. وأشار مسؤول الاتحاد في الإقليم الشاب قرماي قبرو إلى أنه يتوقع من الدارسين التأثير الإيجابي على بيئتهم مستفيدين من المعلومات المكتسبة.
ودعا مدير مديرية مندفر السيد هزقياس وهبة شباب التسلح بالمهن والثقة بالنفس لتأمين مستقبلهم، مدركين أهمية الاستثمار الكبير الذي تبذله الحكومة وتفعيل المعلومات المهنية المكتسبة على أرض الواقع وخلق فرص عمل واسعة. أعلنت جمعية السلام المرورية عملها النشط للتوعية المرورية ومكافحة الحوادث. وقال رئيس الجمعية سيد ستيفانو سبتماريا من الجمعية الطوعية تأسست لمكافحة الحوادث المرورية عبر التوعية، وذكر بأن أكثر من 90% من الحوادث المرورية ناتجة عن الإهمال، وللحد من ذلك يجب على المواطنين اتباع توجيهات طلاب الحملة التنموية الناشطين في السلام المرورية باهتمام ومنح السائقين الأولوية للمشاة. وأوضح العمل مستقبلا لتركيب مرايات السلامة على طريق أسمار كرن وتنفيذ مشروع توعية النقل العام في إقليمي القاشبركة وعنسبة، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر السرعة العالية والتحدث بالهاتف النقال أثناء القيادة. وأشارت الجمعية إلى أن الحوادث المرورية التي وقعت في السنوات العشر الماضية أودت بحياة 117 شخصا وإصابة 591 بجروح بليغة و1173 بجروح طفيفة. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا خلال المحادثات في سوتشي على تحويل جزء من مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل. وقال نوفاك في تصريحات أوردتها وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء: اتفق الرئيسان على أن نبدأ إمدادات الغاز الجزئية وسيتم الدفع بالروبل، منوها إلى أن روسيا في الوقت الحاضر تزود تركيا سنويا بنحو 26 مليار متر مكعب من الغاز. وأكد الرئيسان الروسي والتركي في بيان مشترك عقب الاجتماع في منتجع سوتشي على البحر الأسود على أهمية الاتفاق حول النقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، مشددين على ضرورة تنفيذه نصا وروحا بحسب وكالة الأنباء التركية الأناضول. وشدد الجانبان على ضرورة ضمان تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالحبوب التي تم التوصل إليها في اسطنبول، ومن بينها تصدير الحبوب الروسية دون عوائق. أعلنت روسيا أنها طردت 14 دبلوماسيا بلغاريا ردا على إجراءات انتقامية اتخذتها صوفيا ضد موسكو في أوج خلافات حول النزاع في أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن هذا الإجراء هو رد على قرار غير مبرر إطلاقا من الجانب البلغاري بإعلان 70 موظفا في مؤسساتنا في الخارج شخصيات غير مرغوب فيها، وفرض حصص على الموظفين الدبلوماسيين والإداريين والفنيين لروسيا في بلغاريا. وغادرت طائرتان روسيتان بلغاريا الشهر الماضي وعلى متنهما عشرات الدبلوماسيين الروس وعائلاتهم وسط عملية طرد جماعي أدت إلى تصاعد التوتر بين البلدين المقربين تاريخيا. وأعلن قرار الطرد البلغاري أعلنه رئيس الوزراء بالإنابة كيريل بيتكوف، والذي اتخذ موقفا صارما ضد روسيا بعد العملية العسكرية في أوكرانيا. قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب 40 آخرون جراء حريق في ملهى ليلي قرب مدينة باتايا السياحية بجنوب شرقي بانكوك، وفق ما ذكر مسعفون محليون. يظهر مقطع فيديو نشرته فرق الإنقاذ المبنى مشتعلا بينما كان يحاول الكثير من الأشخاص الفرار منه وسط دخان أسود كثيف. وكثيرا ما يتم تجاهل قواعد السلام الأساسية في تايلاند، الوجهة الشهيرة بالنسبة إلى السياح الغربيين والآسيويين. وكان حريق اجتاح خلال ليل رأس السنة في 2009 ملهى سانتيكا في العاصمة التايلاندية، ما أوقع 67 قتيلا والكثير من الجريح وبينهم أجانب. بطوله 74 مترا صنعتها في مهرجان تورتا 17 السنوي في المكسيك أطول شطيرة تورتا، احتوت مجموعة من النكهات والتركيبات المحلية. واستطاعت طه صنع الشطيرة الطويلة والانتهاء منها في وقت قياسي بلغ 2:09 لينجحوا بذلك في كسر الرقم القياسي لأطول شطيرة تورتا.
ويوفر المعرض الذي يقام في مكسيكو سيتي فرصة للطهاة المحليين لتحقيق الأرباح والترويج لأعمالهم، خاصة بعد الركود الذي يواجهونه إثر إغلاق محلهم بسبب الجائحة. وتختلف شطيرة التورتة عن الشطائر التقليدية بحجمها الكبير واحتوائها على مجموعة من المنتجات. ختاما لنشرة أخبار المساء سيداتي وسادتي، هذا تذكير بالعناوين. إصابة 7 مواطنين بفيروس كورونا. تقديم خدمات مشهودة في الرعتة. نفير للتشجير في وكي وزاجر في سرجقة. بوتين وأردوغان يتفقان على دفع جزء من أموال الغاز الروسي بالروبل. روسيا تطرد 14 دبلوماسيا بلغاريا. مقتل 13 شخصا جراء نشوب حريق بمنطقة سياحية في تايلاند. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.